الهلال يصدم جمهوره في الميركاتو، هذا الأجنبي سيرحل. خيسوس يعطي جمهور الهلال إشارة إيجابية جديدة. بقيت أعرف الحمار من أول نظرة. وليد الفراج يثير الجدل على إكس. إعلامية برازيلية تسخر من دموع نيمار، ونجم الهلال يكتفي بهذا الرد. أهلا بكم متابعي قناة منبر الهلال. فضلا منكم ضعوا زر الإعجاب وتفعيل الاشتراك وترك آرائكم في صندوق التعليقات. والآن إلى تفاصيل النشرة. يستمر الحديث بشأن سوق الانتقالات الصيفي المقبل داخل قلعة نادي الهلال لكرة القدم. الهلال يصدم جمهوره بسبب صفقات الميركاتو، وحسب برنامج دورنا غير لن يترك الهلال أي محترف يرحل سوى البرازيلي ميشايل جناح الفريق. الهلال في تلك الحالة لن يستطيع التعاقد مع العديد من الصفقات الكبرى بسبب الخانات المحدودة للأجانب. ومن المتوقع أن ينتقل ميشايل إلى الدوري البرازيلي، حيث يهتم نادي جريميو بالحصول على خدماته. ويبقى ميشايل الأجنبي الوحيد الذي استمر مع الهلال من الحقبة الماضية قبل ثورة الصيف الماضي. ويواجه الهلال نظيره العين الثلاثاء المقبل، وذلك في تمام 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، في ذهاب الدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بينما ستكون مباراة الإياب يوم الثلاثاء الموافق 22 إبريل في تمام 9 بتوقيت السعودية. يستمر الحديث بشأن مستقبل البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني الحالي لنادي الهلال السعودي. خيسوس مستمر مع الهلال السعودي، وحسب برنامج دورنا غير تحدثت إدارة الهلال مع خورخي خيسوس بشأن تمديد عقده في الفترة الحالية. وتؤكد المصادر أن خيسوس موافق على التجديد وسيوقع ل2 مع الهلال. ويأمل جمهور الهلال أن يستمر مدربه مع الفريق خلال السنوات المقبلة وتحقيق الألقاب مع البرتغالي المخضرم. وبدأ خيسوس مع الهلال الولاية الثانية مطلع الموسم الحالي بعد التوقيع معه في الصيف الماضي. أثار الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج أكشن يا وليد بسبب منشوره الأخير على منصة إكس للتواصل الاجتماعي. وليد الفراج يثير الجدل على إكس، ونشر وليد الفراج منشور مثير للجدل عبر حسابه الشخصي على منصة إكس على النحو التالي: وكان قد تعرض وليد الفراج إلى تكذيب رسمي من قبل رابطة دوري روشن لكرة القدم بشأن ما تناوله برنامجه بخصوص تأجيل مواجهات الهلال في الدوري. وطالب الجمهور في التعليقات على المنشور التوضيح، وذكر من يقصده وليد الفراج والإفصاح عن هويته. تعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي الهلال السعودي إلى موقف محرج بعد السخرية من دموعه في مباريات كرة القدم. برازيلية تسخر من دموع نجم الهلال السعودي، وعبر منصة إنستغرام كتبت بيترا بيرتولازي الإعلامية البرازيلية عن نيمار التالي: سبب خسارة منتخب البرازيل لكأس العالم 2022 لأن هناك لاعبين يصبغون شعرهم ويبكون بعد الخسارة. انظر لتصرفاتهم مقارنه مع جيل الستينات، تشعر أنهم أقوياء وغاضبون، أما اليوم فقط يبتسمون، وهناك لاعب يقوم بالاعتناء بمظهر حاجبه. ورد البرازيلي: في داخلي كلام كثير أريد أن أقوله لك، ولكنهم لن يدعوني. ويتعافى نيمار حالياً في صالة الألعاب الرياضية، حيث يستعد للجري حول الملعب في غضون الأسابيع المقبلة بعد إصابته الأخيرة. ويذكر أن نيمار انضم إلى الهلال في الصيف الماضي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.